يلا بينا نعمل مع بعض النهاردة حاجة حلوة جدا بتناسب الصيف وطعمها يجنن. الكريم بورليه. اللي بيحب الكريم كراميل هيحب الكريم بورليه اكتر منه بكتير جدا، لان هو بيبقى اغنى كده. حاجة وسط كده بين البودنج وبين الكريم كراميل. هنقول واحنا بنشتغل الفرق بينهم الاتنين. هنعمله بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا، وهو كده كده بيبقى سهل، ما بياخدش اي وقت خالص. كل اللي هنحتاجه هو الكريمة، 500 جرام من الكريمة او 500 ملي من الكريمة. وده الفرق بينه وبين الكريم كراميل، هو بنستخدم فيه كريمة بس. وكمان هنستخدم فيه 5 من صفار البيض، وده تاني فرق بينه وبين الكريم كراميل. وهنستخدم كمان سكر. وهنستخدم مع كل الكلام ده الفانيليا. الفانيليا في الوصفة دي لازم تكون فانيليا قوية شوية، مش فانيليا باودر اللي هي البيضة او السكر الفانيليا، علشان الوصفة بيبقى فيها كمية بيض كبيرة. يستحسن البيض يبقى طازة، وكمان الفانيليا يبقى من النوع السائل يعني الكويسة. اول خطوة هنعملها هو ان احنا هنحط كل الكريمة بتاعتنا علشان تسخن معانا، وتسخن مش تغلي. دي حاجة مهمة جدا في نجاح الكريم بورليه بتاعنا. هحطها كلها في الكسرولة كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ اضيف عليها الفانيليا. النوع ده من الفانيليا اللي هو الفانيليا الطويلة دي، هي بيبقى جواها حبوب الفانيليا من جوه، بنقسمها بس من النص كده بشكل طولي، وبنخرج كل الفانيليا منها نحطها مع الكريمة. وانا كمان بحط العود نفسه، يعني بحط العود نفسه بيفرق جدا في طعم الكريم برليه، يعني بيبقى طعمه حلو جدا بالفانيليا دي. هنسيب بقى الكريمة على نار يعني وسط عشان ما تتحرقش، وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت كتير على النار، لحد بس ما تسخن. مش عايزينها تغلي خالص. في الوقت اللي هتسخن فيه على النار انا هبدأ اجهز الخليط بتاع البيض. هبدأ أكسر البيض، وهستخدم بس الصفار. وزي ما قلنا ده الفرق التاني بين الكريم كراميل والكريم بورليه، بنستخدم بس الصفار مش البيضة كاملة زي الكريم كراميل. هضيف عليها 5 معالق كبيرة من السكر. ما تكتروش سكر عن كده قوي، علشان بيبقى فيه سكر تاني على وش الكريم بورليه في الآخر هنشوفه. تقدروا كمان تضيفوا سكر بودر، بس لو ضفتوا سكر بودر بتقللوا شوية، يعني من 3 ل 4 معالق كده بيبقى مناسب جدا. بفضل اقلب بقى كويس جدا 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 لحد ما الخليط عندي بيبقى لونه افتح كده، وخلاص ما بيبقاش فيه اي حبيبات للسكر موجودة. في الوقت ده هيكون عندي الكريمة سخنت على النار. هنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه. الكريمة عندي سخنت، حبيبات الفانيليا باينة فيها، شلت العود بتاع الفانيليا. وهبدأ بقى اشيل كمان الكريمة من على النار، علشان نبدأ نجمع الخليطين على بعض. ولكن ما ينفعش نحط الاتنين على بعض مرة واحدة، علشان البيض عندي ما يستويش. فكل اللي انا هعمله ان انا باخد كبشة بسيطة او معلقة كبيرة كده من خليط الكريمة، وبنزل بيه واحدة واحدة على خليط البيض، وايدي التانية بتقلب كويس جدا لحد ما الخليط يختفي. هبدأ اخد واحدة تانية برضو بنفس الطريقة، كبشة بسيطة، وبعد كده انزلها بشكل تدريجي مش مرة واحدة، وايدي التانية بتقلب في خليط البيض. ده هيخلي لي البيض عندي ما يدخلش في درجة السوى اللي احنا عارفينها من الكريمة. بعد بقى ما البيض عندي بياخد جزء كبير من الكريمة، ببدأ ان انا انقل الاتنين على بعض. هحط كل خليط البيض اللي احنا عملناه برضو بشكل تدريجي مش مرة واحدة على الكريمة، وايدي برضو مستمرة في التقليب. بعد كده خطوة مهمة جدا عشان القوام الكريم بورليه يبقى طالع معايا فلافي كده ومفهوش اي تكتلات من جوه او فراغات، ببدأ ان انا اصفيه باي مصفى ضيقة عندي، عشان لو في اي يعني بقايا من الفانيليا او كده. خطوة تانية برضو مهمة جدا، ان بيبقى فيه جزء كده من الفوم على الكريم بورليه من فوق. ببدأ ان انا اشيله، هو ما بيبقاش جزء من الكريمة، هو بيبقى بس فوم كده. بشيله كويس من على الوش، عشان الوش بتاع الكريم بورليه في الاخر يبقى طالع شكله حلو. نيجي بقى للتسوية. انا بجيب صينية كبيرة زيه زي الكريم كراميل او التشيز كيك اللي بيبقى فيه كمية كبيرة من البيض. بحط فيه القوالب الصغيرة اللي انا هستخدمها،
او حتى ممكن تستخدموا قالب كبير على بعضه كده. على العموم مش دي الاطباق بتاعه الكريم بورليه، بس اي حاجه بتدخل الفرن زي كوبايات الكريم كراميل، او حتى كوبايات عاديه بتدخل. اطباق زي اللي انتوا شايفينها دي بتاعه الرز بلبن، اي حاجه تفي بالغرض. المهم ان احنا مش بنملى الطبق على الاخر، لان هو في العادي بيبقى طبقه ارتفاعها مش كبير قوي زي الكريم كراميل كده وبنرجع نقلبه. لا، هو بيبقى ارتفاعه صغير خالص، ما بيبقاش كتير. فببدأ احط مثلا كبشتين صغيرين في كل طبق، وبعد كده بكمل بقى كل كمية الأطباق اللي عندي. الأطباق اللي عندي صغيرة، فالكمية دي تقريبا عملت 6. لو انتوا الأطباق بتاعتكم هتبقى كبيرة شوية ممكن يعمل معاكم 4، أو كمان بالأطباق بتاعة الكريم بورليه نفسها بتبقى أكبر وشوية واسعة كده، فبيعمل الكمية دي بتعمل 4. اخر مرحلة قبل ما تدخل الفرن ببدأ ان انا اجيب منديل كده واي فقاعات على الوش بشيلها، وببقى مجهزة عندي مية مغلية هبدأ اضيفها على الصينية الكبيرة. بتبقى مية سخنة او مية مغلية، حاجة بسيطة. بس الفرن بيبقى سخن في العادي على 170. بتدخل تقريبا بتاخد نص ساعة على حسب الفرن بتاعك. بس مجرد ما بتبقى عاملة زي البودنج كده وبتبقى مسكت نفسها، خلاص هو كده جاهز على ان هو يطلع. ما ينفعش يقعد فترة طويلة في الفرن عشان ما يبقاش ناشف معايا. بنقله بقى على حاجة تانية عشان يبرد براحته، واول ما بيهدى خالص من الحرارة بدخله التلاجة علشان يسقع. وبعد بقى ما بيسقع ببدأ ان انا اعمله اخر مرحلة فيه، وهي مرحلة السكر. المرحلة دي بنحط فيها على الوش كمية من السكر، ولكن ما تبالغوش قوي في السكر، لان ده اللي انا كنت بعمله في الاول. الطبقة بتاعت الكراميل بتبقى تخينة قوي وما بتبقاش حلوة خالص في الاكل، زائد ان هي بتاخد وقت كتير قوي على ما بتتكرمل، لان احنا بنكرملها باللي هو الجهاز ده، انا مش عارفة اسمه الحقيقة بالعربي. الجهاز ده بيبقى عامل زي الولاعة كده، تقدروا تستخدموا الولاعات اللي هي الطويلة دي لو متاحة عندكم. بس بعد كده بقى بعمل كل الوش بتاعه لدرجة انا بحبها، بزينه باي تزيين او ممكن كمان من غير تزيين خالص. هو بيبقى اصلا طعمه يجنن يجنن حقيقي، بيبقى كريمي كده وفلافي. وزي ما قلت لكم اللي بيحب كريم كراميل قوي هيعشق الكريم بورليه، مش بس هيحبه. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم وجربوها، وقولوا لي على طول رأيكم في الكومنتات لو جربتوها. وان شاء الله نتقابل عن قريب في وصفة جديدة. مع السلامة.